النهارده جارتي عملت معايا حاجه عمر في حياتي ما هنساها لها ابدا. جوزي ربنا يقومه بالسلامه وقع على ظهره وهو في الشغل، والدكتور قال لنا انه ما ينفعش يشتغل ولا حتى يتحرك علشان يخف، وبسبب ان جوزي شغله باليوميه حرفيا ما عادش معانا فلوس خالص، وحماتي واولادها لا بقوا يزورونا ولا حتى يسالوا فين، مع انه والله العظيم جوزي كان بيساعدهم كلهم لما كان بصحته. وانا عندي بنتين صغيرين وبقى لهم اكتر من 20 يوم لا دقوا لحمه ولا حتى عارف اجيب لهم فاكهه، وجوزي مسكين مش بايده اي حاجه يعملها، وكل ما يبص لهم الدمعه تنزل من عينه ويبدا يعيط. المهم ان جارتي اللي ساكنه فوقينا ما تعرفش حاجه عننا، حتى كلامنا قليل قوي مع بعض. بالصدفه عرفت اللي حصل لجوزي من واحد جار، فجت لي النهارده الصبح وقعدت تلومني عشان ما قلتلهاش، وقامت مدياني في ايدي 2000 جنيه وسابتني ومشي. المهم جينا بعد العصر لقيتها بتخبط عليا واستاذنت انها هتاخد بناتي عشان تفسحهم مع اولادها، وبعد العشاء لقيت بناتي بيخبطوا على الباب وهم ماسكين شنط كتير في ايديهم وكانوا طايرين من الفرح، فجيت بفتح الاكياس دي لقيتها جايبه لهم هدوم العيد، وكمان بعت معاهم شنط فيها خضار وفاكهه ولحم، ولقيت بناتي بيحكوا لي على الفسحه الجميله اللي هم اتفسحوها، وكمان غدتهم بره. انا حرفيا ما كنتش مصدقه نفسي، قمت واخده بعضي وطلعت لها علشان اشكرها، واول ما شكرتها قامت واخداني بالحضن وقالت لي انت بتشكريني على ايه؟ ده انت زي اختي بالظبط، وبناتك هم بنات، وربنا يقوم لك جوزك بالسلامه. والله العظيم انا من ساعتها وانا بدعي من كل قلبي ان ربنا يبارك لها ويزيدها من نعيم، واللي عملته معايا عمري ما هنساه طول ما انا عايش. بجد يا جماعه انا محتاجه منكم انكم تدعوا لي ان ربنا يقدرني وارد لها كل الجمايل اللي عملتها معايا.